السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال: امتى اغير فرشة الاسنان بتاعتي؟ منظمة الصحة العالمية حاطت مدة كده معينة لازم تغير فيها فرشة الاسنان بتاعتك بعد المدة دي، والمدة دي هي 3 شهور. يعني انت المفروض كل 3 شهور تغير فرشة الاسنان بتاعتك. لما الفرشة بتاعتك تبدأ تتنى والشعيرات بتاعتها توسع عن بعضها كده، في الحالة ديت انت محتاج تغير فرشة الاسنان بتاعتك بشكل ضروري جدا، لان هي كده اصبحت ممكن وانت بتغسل اسنانك تأذي اللثة وتجرحها وتعمل جروح في اللثه بتاعتك وهتاذيك، ومش فايدتها مش هتبقى احسن حاجه، وفايدتها في التنظيف برضو هتقل بشكل كبير جدا. تمام؟ لو انت صحيت من دور برد او انفلونزا فانت محتاج تغير فرشه الاسنان بتاعتك. زي الوقت اللي احنا فيه ده في دور منتشر بشكل كبير جدا، وفي عدد كبير جدا من الناس بيكون مصاب بدور البرد والانفلونزا اللي هو مع بدايه تغيير الشتاء وكده، فربنا يعافي جميع المرضى يا رب. محتاج انت بعد الدور ده ان انت تغير فرشه الاسنان بتاعتك. السبب كمان ان انت لو الفرشه وقعت في مكان مش نظيف انت محتاج تغير الفرشه بتاعتك، ولو شكيت في وقت من الاوقات ان حد غيرك استخدم الفرشه بتاعتك مجرد شك برضو، فانت محتاج تغير الفرشه بتاعتك. دول كانوا شويه اسباب، واهم حاجه فيهم ان انت بعد كل 3 شهور محتاج تغير الفرشه. بعد كل 3 شهور محتاج تغير الفرشه، مش طالما جبت فرشه تفضل عايش عليها سنه واتنين، لا. تمام؟ كان معكم دكتور حسام، اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.